أهلا بكم أعزائي مستمعي راديو هيفي اف ام. أنا سيران أحمد، سأقدم لكم حلقة جديدة من دنيا تك. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين آخر صيحات التكنولوجيا، مروحة لكنها بدون شفرات، فكيف يخرج الهواء؟ مروحة دايسون هي مروحة منزلية تتميز بأنها لا تحوي أهم ما يميز أي مروحة، وهو الشفرات. وعلى الرغم من ذلك تقوم هذه المروحة بتسريع الهواء الذي يمر من خلالها لأكثر من 15 مرة أسرع من المراوح العادية. ليس هذا فقط، بل تقدم تيارا مستمرا غير متقطع من الهواء المنعش. لكن كيف يخرج الهواء دون شفرات؟ يوجد صندوق في الجزء السفلي من المروحة ويوجد شفرات بداخله. تتحرك تلك الشفرات بمحرك بقدرة 40 واط يقوم بدفع الهواء إلى الإطار البلاستيكي الكبير ليقوم بدوره بتسريع الهواء داخل قنوات خاصة، ليخرج الهواء بطول الإطار البلاستيكي في صورة تيار هوائي قوي ومستمر بعكس المراوح العادية. المروحة العادية تقدم تيارا مترددا من الهواء حسب وضعية شفراتها، أما مروحة دايسون فتقدم تيارا مستمرا ثابتا من الهواء بغض النظر عن وضعية شفراتها، لأنها لا تملك أي شفرات. ويمكنكم مشاهدة آلية عمل المروحة بتوضيح أكثر من خلال فيديو معلن على الموقع. ولكن قد تم التحدث سابقا عن هذا الموضوع، وكانت حينها توقعات بعدم نجاح ذلك المنتج بسبب سعره المرتفع الذي يبلغ $300، وهو أضعاف السعر الذي يمكن أن تشتري به أي مروحة. لكن المفاجأة كانت إعلان المخترع البريطاني جيمس ديسون. ليس هذا فقط، بل استغل ديسون المخاوف المتزايد من صيف أكثر سخونة بمنتجين جديدين. يقول ديسون إن المكيفات لا تقدم حلولا جيدة بسبب ضعف تهويتها حسب ما يقول، وبسبب صعوبة تركيبها واستهلاكها الكثير من الكهرباء. لذلك قدم المروحتين الجديدتين لتنافسا المكيفات من خلال القدرة على تسريع الهواء 18 مرة داخل قنوات خاصة ليخرج في صورة هواء منعش مع استهلاك قليل من الكهرباء. ليس هذا فقط، بل تستطيع هذه المراوح إخراج 405 لتر من الهواء في الثانية. يتكون المنتجين الجديد من AM02 تاور، وهي مروحة طولية يصل ارتفاعها لمتر بينما يصل سمكها ل 19 سنتيمتر فقط، وهي بذلك مناسبة للمساحات الضيقة، وتستطيع سحب 33 لتر من الهواء في الثانية وتسريعه 16 مرة. المروحة الثانية هي AM03 بيدستال، يتغير ارتفاعها ما بين 1.2 متر و 1.4 متر، وتناسب المساحات الكبيرة، وتستطيع سحب 33 لتر من الهواء وتسريعه 18 مرة. ستتوافر المروحتان الجديدتان في بريطانيا قريبا، وسيكون سعر الواحدة $449,099 ثمن المكيف. من الجدير بالذكر أن دايسون كون إمبراطورية تكنولوجية باختراعاته التي حققت ما يفوق 190 مليون يورو، وأصبح واحدا من أثرى أثرياء بريطانيا بثروة شخصية تفوق 500 مليون يورو.